معقول بدا. المعقول بدا من بعد الفضيحه ديال الحكم، على المنتخب المغربي، وبالاخص ذاك الحكم اللي هو تبين بان كاينه شي حاجه تما اللي هي ما مفهوماش. هذا الحكم هذا اللي صدر في حق المنتخب المغربي، بالاخص متتبعينا الكرام، اللي صدر هذا الحكم هذا فخاصو يتحاكم، وهذا الشيء اللي خصكم تعرفوه، خاصو يتحاكم متتبعينا الكرام، والله العظيم الا خصو يتحاكم، لان هذا الشيء حشومه، عيب وعار، لان اكيد حشومه عيب وعار هذا الشيء اللي نزل في حق المنتخب المغربي. وغادي نعطيكم التفاصيل علاش. وتخيلوا معايا المتتبعين، قبل ليلى عبد اللطيف كانت خرجت بعديد من التصريحات ديالها، وما يعلم بالغيب هو الله سبحانه وتعالى، فكانت كتقول بان ربما غادي تكون النهايه ديال بعد اكيد المدربين. واش بالفعل، لانه هو المدرب ديال المنتخب السنغالي، ولكن اليوم فكاع ما كنشوفوا بان النهايه ديال هذا المدرب، بالعكس اليوم هذا المدرب هذا كيتبورد علينا. ولكن الخطير في الامر، اجيو تشوفوا معايا الاحكام اللي صدرات فكانت كارثيه بالمعنى الكلمه، كانت كارثيه وبالمعنى الكلمه. واش في خباركم هادشي ولا ما في خباركمش؟ المدرب ديال المنتخب السنغالي غادي ياخذ واحد الحكم اللي هو مخفف بزاف لواحد الدرجه يا اصدقائي، لان اكيد استغربنا، انا كنستغرب والله العظيم الا كنستغرب، لان كيفاش تم اصدار هذا الحكم. المدرب ديال المنتخب السنغالي غادي ياخذ العقوبه ديال التوقيف ديال المده ديال 5 ديال المباريات، وسامعوا المده ديال 5 ديال المباريات متتبعينا الكرام، مع لان غرامه ديال 100,000 دولار. 100,000 دولار يعني تخيلوا معايا دابا هنا ماشي كتوضح، لان شي حاجه لانها تما ما مفهوماش. كيفاش هاد الناس هادو 100,000 دولار؟ لا يعقل. 100,000 دولار، وهذا مصيبه هادي. اجيو نمشيو معكم لانه الاسماعيل الصبري، دابا انا راه كنشوف الخبر وكنتكلم معكم الاصدقاء باش تعرفوا حتى نتوما اشنو واقع. نمشيو معكم الاسماعيل الصبري. اسماعيل الصبري اشنو دار؟ دابا هذا هو السؤال، هنا كيتطرح السؤال. علاش كنقول لكم اشنو دار؟ لان باش تعرفوا متتبعينا الكرام الحكم اللي نزل عليه، قال لك سيدي 3 ديال التوقيف ديال 3 المباريات ومبلغ ديال 100,000 دولار خصو يخلصوا ياسين الصبري، اسماعيل الصبري عفوا. اذا شنو هو الفرق ما بينه وما بين المدرب هنا؟ شنو هو الفرق ما بينه وما بين المدرب؟ هنا كيتطرح غير علامه الاستفهام. المدرب 3 ديال التوقيف، 3 ديال المباريات، وسمعتوا معي، يعني التوقيف ديال 5 المباريات، وغرامه ماليه قدرها 90 يعني 100,000 درهم. اسماعيل الصبري 3 المباريات و100,000 دولار عفوا. يعني ما كاينش شي فرق المتتبعين. اذا والمدرب راه دابا المصيبه الكبيره المدرب، لان سبب في كارثه. الا جينا نشوفوا دابا المدرب راه سبب في كارثه، وهاد الكارثه اللي هي كارثيه بالمعنى الكلمه. و100,000 دولار و3 ديال 4 و5 المباريات. فين هو القانون؟ هنا بغيت غير نعرف فين هو القانون. 148 وعفوا و82 من ماده الاتحاد الافريقي لكره القدم. فين هو هذا القانون هذا اللي كيقول بان اي فريق انسحب فهو كيتعتبر بان خاسر؟ اي فريق انسحب فهو كيتعتبر بان خاسر ب3-0 ويتسحب منه اللقب. دابا ما سحبوا لا لقب، ما توقف هاد خينا هذا اللي واحد المده اللي هي طويله مثلا، والو، كانت عاديه الامور بالنسبه لانه بحال ما وقع والو، غير بغاو يسكتوهم، بغاو يسكتوا. لان دابا خصكم تعرفوا لان هذا الشيء راه مصيبه الاخوان، والله العظيم الى مصيبه، الى مصيبه كارثيه. ماشي دابا لحد الان فقط لانني كنشوف لان فقط المنتخب المغربي اللي المنتخب ديالهم براسو ما كاين لا غرامه لا والو. دابا تخيلوا معايا اللاعبين ديالهم خرجوا مني قال لهم بان المدرب خرجوا راه خرجوا، ولكن ما عطاهمش عقوبات. علاش ما تعطاش العقوبات؟ علاش ما تعطاش العقوبات لهؤلاء الاشخاص؟ ياك حتى هما تبعوك وحتى هما خرجوا. انا والله ما فهمت. اللي فهم شي حاجه يفهمها لينا، الله يرحم لكم الوالدين. انا راه ما فهمت والو، لان هادشي كامل اللي دابا واقع
والله العظيم إلا باين بأن كلها تلاعبات، كلها كارثية، كلها لأن باين واضح هادشي. كانت مؤامرة على المغرب، كانت باينة واضحة وضوح الشمس. ما خصناش نبقاو نغطيو الشمس بالغربال، وخصنا نقولوا الحقيقة، ويجب علينا لأن نقولوا الحقيقة. متتبعينا الكرام، يجب علينا لأن نقولوا الحقيقة كما هي. إذا نحن ننتظر عما قريب وغادي نشوفوا أشنو غادي يقدر يوقع. وشكرا للمغاربة داخل وخارج أرض الوطن. نتمنى من أصدقائي لأنكم تشاركونا تنتوما التعليقات ديالكم أشنو بان لكم في هذه المسألة. ولكن اللي خصكم تعرفوا بأن الفيفا الكاف راه خصكم تعرفوا هذه القضية هذه. حتى السي القجع فرا قرر لأن لمتابعة، خصكم تعرفوا بأن الخوت هذا الشيء راه قرر لأنه لمتابعة، لأن الملف وغادي يبقى لأن مستمر في هاد يعني أكيد لأن غادي يمشي غادي يستأنف طعن في القرار. نتمنوا لأن نشوفوا أشنو غادي يقدر يوقع، واش بالفعل غادي تكون شي حاجة، واش ما غاديش تكون، واش غيكون شي جديد في هاد القضية هادي. أكيد نتمنى ونحن ننتظر عما قريب، يعني نحن ننتظر عما قريب إخواني أخواتي الأعزاء. شكرا لكم، لأن بعد الفاضحة ديال هذا الحكم هذا نشط المغاربة ما عجبهمش الحال. يعني كنقولها المغاربة كلهم ما عجبهمش الحال، ونتمناو نشوفوا أشنو غادي يقدر يوقع. ونحن ننتظر عما قريب لأن هذا الشيء كارثي بالمعنى الكلمة، ويجب لأن إعادة النظر. أنا كنقول من هذا المنبر هذا والله العظيم كنتمنى، لأن أنا كنقولها من بعد هذا الحكم هذا راه ما خصناش نبقاو نشاركوا في كأس إفريقيا كاع. والله العظيم ما خصناش نبقاو نشاركوا لأن هادشي باين وواضح. دابا كاينه شي حاجه، هادشي علاش كنا كنشوفوا بأن الكاف جالسه كتلبد علينا، لأن تقريبا هاد المدة شوفوا شحال مدة اللي هي طويلة دابا هما جالسين كيتلبدوا علينا بآخر المطاف. انتم شفتوا الإخوان صدر واحد الحكم اللي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شكرا لكم الخوت، شكرا للمغاربة داخل وخارج أرض الوطن. مع السلامة.